قلت ليه راسي حيت ما بقى عندي ما نخسر، وبديت كنعمل علاقه مع راجل اختي مسكينه كتمشي للخدمه وانا وراجلها عايشين الحياه والرومانسيه في دارها. السلام عليكم متتبعينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. وقصتنا لهذا النهار قصة ديال حنان. كملوا معايا القصة حتى الآخر باش تعرفوا شنو اللي وقع لحنان. ونبداو القصة ديالنا على بركة الله. اسمي حنان واليوم جيت نعاود لكم قصتي وحكايتي. أنا واحد البنت كبرت في واحد الأسرة متوسطة. الوالد ديالي كان واحد الرجل متدين، يعني انا واختي فرض علينا بابا نعملو الحجاب وحنا باقين صغارين. واختي كانت كبيره مني ب5 سنين، وملي كملت 18 عام تزوجت، وكان زواج غير ديال العائله. السيد شافه وعجباتو وجاو خطبه وتزوجوا. المهم تزوجت ومشات تعيش مع راجلها في واحد المدينه كبيره، المدينه اللي انا فيها وتولدت فيها صغيره. وانا كان عندي حلم انني نقرا ونخدم ونكون مهندسه. داكشي علاش كنت ديما كنجي من الاوائل في المدرسه، وهادشي كان كيعجب والديا. المهم هي هاديك نجحت في الباك وكنت باغا نمشي ونكمل قرايتي في واحد المدرسه، وديك المدرسه كانت في واحد المدينه كبيره. بابا مبغاش وما عجبوش الحال، ولكن ملي اختي هضرت مع بابا وقالت له غير خليها تكمل قرايتها وهي غادي تجلس معايا، وافق بابا وفرح. وداكشي اللي كان مشيت عند اختي وتسجلت في ديك المدرسه. المهم مشيت وجلست مع اختي، واختي كانت هي وراجلها خدامين، يعني النهار كامل كنت كنبقى غير بوحدي في الدار. والوقت اللي كيكون عندي خاوي كنستغلو كنجمع الدار ونقادا ونوجد العشاء على بعد ما تجي اختي من الخدمه. يعني انا وليت هزه على اختي 70% ديال الشغل، واختي كانت فرحانه وحتى راجلها الصراحه كان ولد الناس معايا وكيحترمني. المهم بقينا على هاد الحال، انا كنمشي للمدرسه وكنجي حتى واحد النهار واحد السيد ولا ديما كيتبعني وما بغاش يتفارق عليا نهائيا. وهو كان ساكن غير في الحي اللي ساكنه فيه اختي، وكان كيقول لي انا عجبتيني وناوي معاك المعقول وانا غادي نجي نخطبك غير اعطيني الوقت. المهم بقى يتابعني حتى واحد المره شدني بزز مني وقال لي اعطيني النمره ديال التليفون ديالك. والصراحه ما نكذبش عليكم السيد عجبني بزاف، حيت كان مزيون وقاري وموظف وعنده طوموبيلتو. وداك الشي علاش زعمت وعطيتو فرصه وعطيتو النمره ديال التليفون ديالي، وبقينا كنهضروا مع بعضياتنا. ومره كنتلاقى معاه وكان كيقول لي غير غادي يجي الصيف غادي نجي نخطبك من داركم ونتزوجوا. المهم واحد النهار كنت خارجه معاه ومن ظهري شافني راجل اختي جالسه معاه في القهوه، شبرني وعطاني 2 طرشات وداني للدار. اختي مع الدخله اللي دخلت للدار لقاتني حالتي حاله جالسه وكنبكي. تخلعت وقالت لي مالك شنو وقعلك؟ ناض راجله وقال لاختك اللي جبتيها عندك تقرا جالسه كتشوهنا، حصلتها كتمشي مع فلان وهذاك غير كيتفلى عليها وكل نهار مع وحده في الشكل. واختي تعصبت عليا بزاف وما عجباش الحال وما رضاتش من راجلها وما لقات ما تعمل. قالت لي انا ما عندي ما نعمل لك، غادي تجمع حوايجك وغادي تمشي بحالك لداركم. صافي انا نط كنبكي وكنجمع في حوايجي. وراجل اختي قال لاختي دابا الا صيفطتيها لداركم باباك غادي يسولها علاش جات وغادي تجبد غير الصداع مع والديك وغادي تضيع على حياتها ومستقبلها. صافي غير خليها. وها هي دابا تربات وعرفت الصح من الغلط. وفعلا داكشي اللي كان، بقيت جالسه مع اختي وكنمشي نقرا قرايتي، وراجل اختي بقيت كنحاول نتفادى نتلاقى معاه ولا تجي عيني في عينه. المهم انا داك السيد قلبت عليه مدة شهر، وواحد النهار تلقيته في الطريق وقال لي فينك وانا توحشتك وسمح لي داك النهار جبت لك الصداع وكلالي دماغي بكلامه. ومع انا كنت بديت كنبغيه بقيت كنهضر معاه في التليفون والميساجات ملي ما كيكون حتى شي واحد في الدار، وبقيت كنهضر معاه. والسيد بقى كيطلب مني نتلاقى معاه وانا كنرفض وكنقول له ما نقدرش نتلاقى معاك، كنخاف يشوفني شي واحد. وهو يقول لي شوف انا عندي لك واحد الحال، حنا غادي نتلاقاو في الدار عندك يشوفك راجل اختك معايا في القهوه ولا في الطوموبيل. وانا نقول له كيفاش الدار؟ واش يسحب لك انا من الجم الزنقه ولا كيفاش؟
وهو يقول لي لا، انا الا بغيت داك الشيء كنت مشيت ليه، انا راه بغيتك نتينا وانا كنبغيك وخوفان عليك، عندك يشوفك راجل اختك معايا. عليها قلت لك هاد الهضره وكلالي عقلي بالهضره ديالو، وقلت مع راسي السيد عنده الحق، الا كان باغي ينعس مع شي وحده كان غادي يمشي ويجيبها من الزنقه، ما غاديش يستناني انا. وكان هذا الغلط اللي عملته في حياتي كامله. مشيت مع داك السيد لدارو، ومع الدخله السيد تهجم عليا وخدا مني داك الشيء اللي بغا، وفي الاخر بدا كيعتذر مني، وانا بديت كنبكي وكنضرب فيه وحالتي حاله. وقلت له حشوم عليك، علاش عملتي لي هاد الحاله؟ بالحق انا الحماره اللي ثقت فيك وجيت معاك لدارك. وبقى كيقول لي لا، انا راه كنبغيك وما قدرتش نصبر، وانا والله ما غادي نتخلى عليك، وانا في الصيف غادي نجي نخطبك. المهم انا خرجت من عنده ومشيت في حالي، وانا حالتي حاله ومصدومه وكنبكي. السيد تكرفس عليا بالمعقول، ومع الدخله دخلت للدار لقيت اختي ورجلها في الدار جاو من الخدمه، وغير شافني قال لي مالك؟ قلت له والو، غير واحد الامتحان ما جاوبتش عليه مزيان وصافي. ودخلت للحمام غسلت حالتي، ودخلت نبيتي وسديت عليا، وشويه الاخر يصوني عليا. جاوبته وقلت له شنو بغيتي مني؟ حرام عليك، خديتي لي شرفي وضحكتي عليا. وفي واحد اللحظه تحل الباب ديال البيت ودخل عليا راجل اختي وكنسمع كل شيء، ومع دخل خدا لي التليفون من يدي وشاف النمره وعرفه ديال ديك خونا، وشدني وعطاني صلخه وبقى كيعاير فيا وقال لي تينا حماره وتينا شيطه، مشيتي معاه لدارو وخدالك شرفك، وملي شفتك انا عرفتك عامله شي مصيبه. انا بقيت كنبكي وكنرغب فيه وطيحت له على رجلو، كنقول له عافاك الا ما تسترني وما تقولهاش نختي، والوالديه الا عرفوا غادي توقع لي شي حاجه. السيد صافي خلاني تمك وخرج. تسنيتو يقول نختي، ولكن ما قال لا والو. دازت تقريبا واحد 3 ايام، وواحد النهار جا من الخدمه بكري قبل ما تجي اختي ولقاني في الدار وقال لي شوف، انا غادي نجيك من الاخر، عندك يسحب لك انا مني شفتك مع ديك خينا وضربتك حيت انا خايف عليك؟ لا، انا راه غيرت عليك حيت كنبغيك. وانا نقول له كيفاش كتبغيني؟ تينا راك راجل اختي. قال لي راجل اختك ولكن انا كنبغيك تينا، انا كون رجع بيا الزمان اللور كنت نتزوج بك نتينا ماشي بختك. انا راه كنبغيك وكنحماق عليك، واللي بغيتي نعملو على ودك تينا. المهم السيد جاني على خاطري، فحال لا تقول كنت غير كنستنى شي راجل يحميني، وسلمت ليه راسي حيت ما بقى عندي ما نخسر. وبديت كنعمل علاقه مع راجل اختي مسكينه كتمشي للخدمه، وانا وراجلها عايشين الحياه والرومانسيه في دارها. وملي كتكون اختي في الدار كيتعامل معايا عادي فحال كنا كنتعاملوا في الاول، ولكن انا بدات كتجيني الغيره من اختي على راجلها. ملي كنشوفو جالس معاها وكيضحك معاها ولا كيبوسها كنقول له علاش كتعمل معاها هكذاك؟ انا راه كنغير عليك. شاف فيا وبقى كيضحك. المهم بقينا هيداك حتى واحد النهار تعطلت عليا لي غيغ، ولكن ما عرفتش كيفاش حتى وقع الحمل. المهم هو كان كيحسب ليا، وواحد النهار جا لعندي وقال لي شفتك تعطلت عليك لي غيغ. قلت له ما عرفتش، وهو يخرج وجاب لي التيست، عملته ولقيت راسي حامله. تصدمت، وملي قلتها له السيد تصدم ما عرف باش تبلى، ومشى وجاب لي واحد دواء من الفارماسيان، وانا باقا لحد الان محتفظه بديك الدواء حيت ما عارفه ما نعمل. كنشوف حياتي تدمرات، وراجل اختي تخلى عليا وقال لي شوف، الا مشيتي حتى قلتيها نختك غادي نكرك وغادي نقول لها بلي تينا كنتي مع ديك خونا وبلي حصلتك، واصلا تينا مفضوحه. انا عارفه راسي غلطت وفرطت في راسي وفي شرفي وخنت اختي، ولكن واخا هيداك جيت نعاود لكم مشكلتي، بغيتكم تنصحوني وتقولوا لي شنو نعمل في هاد الكارثه اللي عملتها بيدي، ولا نمشي نعاود كل شيء نختي واخا انا عارفاها ما غاديش تثق بيا. وهذه كانت هي قصتي. كنتمنى منكم تخليوا لي التعاليق ديالكم، وشكرا لكم.